السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا أنا بقالي فترة ما بنزلش فيديوهات، يعني بقالي حوالي شهر أو يمكن شهر ويومين حاجة زي كده. بس بعتذر ليكم لأن أنا بقالي شهر بامتحن، فبسبب الامتحانات ما كنتش عارف انزل فيديوهات خالص. ولكن رجعت لكم الفيديو ده طلب مني كتير جدا، والفيديو ده عايزكم توصلوا لاكبر عدد من اللايكات عشان الفيديو ينتشر والناس كلها تعرف الطريقه. فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تعمل ملخصات للمسلسلات وافلام الانمي، وركز في نقطه مسلسلات وافلام، مش مانجا ولا منهوا. خليك تعمل كل ده بالذكاء الاصطناعي، مش تتدخل في اي حاجه غير المونتاج وبس. فخلونا ما نطولش وندخل على الفيديو على طول. متنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، تكتب لنا كلمة السر في التعليقات وهي مسلسلات انمي ملخص. لا، مش ملخص مسلسلات انمي زي ما انت فاكر، لا انا شخص كرياتيفيتي عجزتها. فيلا بينا ندخل على الفيديو على طول. هيا بينا. عشان تعمل ملخص بالذكاء الاصطناعي اولا تحتاج اكتر من حاجه، خلينا نقسمهم. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، انت محتاج السكريبت هنعمله بالذكاء الاصطناعي من غير ما تتدخل فيه ولا تعمل فيه اي حاجه. ثم الخطوه اللي بعد كده ان احنا عايزين الفويس اوفر، الصوت او الشخص اللي بيتكلم. وفيها حلين، يا تتكلم بصوتك يا اما تتكلم او تخلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يعمل الفويس اوفر، ودي برضو هنعملها بعد كده. وهي المونتاج، ودي اهم حاجة لان هي بيبقى فيها مشاكل كتير زي الكوبي رايت، واي كوبي رايت الفيديو ملوش اي لازمة ومش هينتشر. خلينا نبدأ خطوة بخطوة. واول حاجة هي السكريبت زي ما قلنا بالذكاء الاصطناعي هتوفر لك وقت كبير جدا من انك تتفرج وتلخص وتكتب ورا البتاع وشغلانه. انا هعمله لك كله بالذكاء الاصطناعي. اول حاجه هنعملها وهي ان احنا هنخش على جوجل وهنبحث عن اي مسلسل احنا عايزينه. فلنفترض مثلا انا عايز مسلسل سولو ليفلينج، فهبحث دلوقتي وهكتب هنا ترانسكريبت، وبعد كده هتكتب سولو، او خلينا لا معلش اتلخبطت، هنكتب مثلا بلو لوك وهبدأ ان انا ابحث. اول ما البحث يظهر لي، هي اول نتيجة عندنا او اي نتيجة مهم ان هو الترانسكريبت او الترانسكريبشن يظهر عندك. فخلينا ندوس على اول اختيار هنا وهنبدأ ان احنا ندخل عليه. بيبدأ يفتح معانا الموقع بالشكل دون، نزل الاعلان ده كده وكاتب لك بلو لوك ترانسكريبت. هننزل لتحت كده شويه ويقول لك هنا اختار الحلقه اللي انت عايزها. طبعا لو انت اتفرجت على بلو لوك، فبلو لوك هو عباره عن 24 حلقه. احنا هننزل لتحت ونختار اول حلقه اللي هي دي، اللي هي بعنوان دريم. هتدوس عليها بالشكل ده وتعمل كلوز للاعلان، وهتبدا تنزل لتحت وهيظهر لك ترانسكريبت. بعد ما بيظهر لك السكريبت بالشكل ده بتبدا تاخده كوبي كله، تبدا تاخد النص كده وانزل يا معلم لتحت. طبعا هو النص بتاع كل حلقة بيبقى طويل جدا، بس هيظهر لك ملخص جبار دلوقتي. تبدأ تاخده وتنزل لحد اخر كلمة. بعد كده هتعمله كوبي وتروح على الموقع دون اللي هو سترينج ترانسليت. ده موقع بيعمل لك ترجمة unlimited من غير حدود، ترجم زي ما انت عايز يا باشا. طبعا احنا عايزينه من هو سيبوها له اللي هي اوتو ديتكت، هو بيختار مع نفسه. واطلع هنا اعملها عربيك، وابدأ ان انت حط الملف ناس بيست، وهيبدأ ان هو يترجم لك النص. بعد ما ترجم النص هنبدأ ننزل تحت خالص كده وهنبدأ ان احنا نعمل كوبي للنص. طبعا تاخده كله كده، او ممكن بطريقة سهلة تدوس عليه وتدوس كنترول ايه، هياخده نسخة برضو. ولكن احنا قلنا نستسخر، او ممكن تدوس هنا الحتة دي كده كوبي، كده النص اتاخد معانا كوبي. هنعمل سكريبت ازاي كده؟ بعد ما خلصنا خطوة الترجمة نروح على موقع تشات جي بي تي. طبعا ده موقع غني عن التعريف. هتبدا انت لما تروح على موقع تشات جي بي تي هتعمل حاجه من الاثنين. اول حاجه تبدا ان انت الملف ده انا هسيبه لك في الوصف، او ممكن اكتب لك البرومت ده في الكومنتات او في اول كومنت. دوس كنترول ايه، او انت بقى اعمل له نسخ من الكومنتات او الديسكريبشن، وهتيجي هنا هتحطه في تشات جي بي تي. تمام. وهتدوس بعد كده شيفت انتر عشان يعمل مسطره لتحت او يعمل مسافه لتحت. وبعد كده تروح هنا، تيجي هنا على الموقع وتاخد الكلام ده كوبي، وترجع تاني على تشات جي بي تي وتعمل بيست، وبعد كده تدوس له ارسال. هيبدا تشات جي بي تي دلوقتي يقول لك تمام، هيعمل لك ملخص كامل للحلقه. وانا كاتب السكريبت هنا بالعربي ليه؟
عشان لو النص ضاع منك دور على الفيديو طبعا وهاته، بس ما علينا، حتى لو ضاع منك تفتكر انا كنت كاتب ايه. هنبدأ ننزل لتحت، هو حتى الآن لسه بيعمله، بس لو خدت بالك هو هنا جايب لك كاتب لك ملخص الحلقة الأولى من أنمي بلو لوك بداية الجحيم، بالظبط في ماتش مصيري بيجمع من فوريه. طبعا هو هنا كاتبها لك بطريقة ان انت بتتكلم، انت ممكن تعمل تعديل بسيط، تقول له عايزها بطريقة سرد قصة، وهتدوس له انتر، وهيبدأ ان هو يقول لك تمام احكي لك الحلقة الاولى من انمي بلوك. طبعا انا عاملها ان هو يبقى بالعربي، هنا يقول لك كان في ولد اسمه إيساجي يوتشي، انت ممكن تكتبها بتبدأ القصة مع ولد اسمه إيساجي يوتشي، وهتبدأ بيبدأ بص بحرفيا بيعمل لك ترانسكريبت، والله العظيم يمكن في ناس بروفيشنال دلوقتي متعرفش تعمل زيه. حاول بوقف الفيديو كده وان انت تقرا مثلا الترانسكريبت كده. الترانسكريبت بقى جاهز معانا، هبدأ ان انا طبعا خلي بالك الترانسكريبت ده بتاع الحلقة الاولى بس، يعني شوف نص قد ايه، الحلقة الاولى بس. انت لو لخصت المسلسل كله 24 حلقة، يعني انا جايب لك هنا نص او سكريبت بالظبط. لو ال 24 حلقة هيقعد معاك نص ساعة، لو خدت بالك انا لما شرحت في الافلام كان النص بيقعد معاك ايه 5 دقايق ل8 دقايق في الفيلم اللي هو ساعتين ونص، انما هنا المسلسل بيبقى حوالي 3 ساعات، فهو هنا هيعمل لك نص ساعة، ده رقم كبير وبيشرح لك كل التفاصيل. المهم بعد ما هناخد النص ده نسخ، هنبدأ ان احنا بعد كده نخش على الخطوة التانية، وهي خطوة الفويس اوفر. خطوة الفويس اوفر عندنا فيها خيارين، اول خيار معانا هو ان احنا ندخل على الموقع 11 لابس المعروف، وممكن تدخل عليه عادي جدا وتختار السؤال اللي انت عايزه، او تخش على موقع لهجاتي. لا، موقع لهجاتي ده موقع عربي وكل اللهجات اللي فيه عربي، واختار اللهجة اللي تحبها في كل اللهجات. خلينا نخش الاول على موقع 11 لابس، طبعا الغنى عن التعريف. هتبدأ انت تعمل هنا ساين اب، وبعد كده هتروح على موقع تمب ميل، هتبدأ ان انت تاخد الايميل ده نسخة كوبي كده، وترجع هنا وتضيفه. بعد كده تعمل هنا باسورد، بس لازم باسورد تكون حافظه عشان هتسجل بيه تاني. مثلا ابدا ان انا اعمل ساين اب بعد ما اكتب الباسورد، دلوقتي بيقول لك وي هاف سنت ايميل. هبدا ان انا اروح هنا على تيم بيميل، وهعمل هو هنا طبعا ظهرت لي تحت ادوس عليها، وهبدا ان انا هنزل اقول له فيريفاي ميل. طبعا هقفل الصفحه الاولانيه دي ان هي كده خلاص ملهاش اي لازمه. وهنا بيقول لك بليز ساين ان، اللي هو عشان يتاكد ان انت انسان مش روبوت يعني. بيقول لك سجل مره تانية، تيجي هنا تطلع لفوق تاخد ده كوبي، وتنزل تحطه نسخ، وبعد كده تكتب الباسورد اللي انت عملته. انا هكتب الباسورد وتدوس ساين ان. بعد ما هيعمل ساين ان انت كده معاك 10,000 حرف، هو هنا بيعمل لك 10,000 حرف. طبعا كونتينيو، اكتب اي اسم مثلا، اي حاجة مش تفرق، مثلا اكتب اي عيد ميلاد 2006، وبعد كده تدوس نيكست. الكلام ده كله مش لازم، ممكن تعمل سكيب، وهنعمل سكيب تاني. افضل اعمل سكيبات بقى بص لاخر العمر يعني. سكيب يا باشا، سكيب يا باشا. طبعا هو هنا بيقول لك اللي هو البريميوم بيديك حروف اكتر وكده، بس احنا مش عايزين، احنا عايزين 10,000. ولما ال10,000 يخلصوا تعمل ساين اوت وتكرر نفس الكلام. هتيجي هنا عند تكست تو سبيتش، طبعا انا بقول لك جيت ستارت، وهتيجي هنا تختار، بيقول لك سيلكت ا فويس، اختار الفويس اللي انت عايزه. طبعا الاحسن ان انت تبقى عربيك، وابدأ اختار اللي انت عايزه. مثلا خلينا نسمع ده. يا هلا والله، أنا حكيم وأنا مساعد نفسي في منصة لبيه. خلينا مثلا كيف أقدر نختاره، قول له أساعدك؟ add to my voice، هيبدأ ان هو يحمل معاك. وبس كده انت كده اخترت الفويس بتاعك حكيم، وتمام. هتبدأ ان انت بقى تجيب السكريبت. تمام، اجي هنا على تشات جي بي تي كوبي، وهرجع هنا تاني واقول له بيست. بعد ما هقول له بيست، طبعا هو هنا مقسمها لك لقطع، ودي حاجه ممتازه. بعد كده هبدا ان انا ادوس على جنريت سبيتش، وهنسمع دلوقتي فويس اوفر للنص. كان في ولد اسمه إساجي هيويتشي، شاب بسيط بيلعب كورة في فريق مدرسته، اسمه يمكن محدش سمع عنه، بس جواه حلم كبير. اديك سمعت زي ما شفت كده، حرفيا مش هتعرف تفرق بينه وبين ان هو واحد حقيقي.
يعني ملخص روعة، حرفيا 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 روعة. انا مبهور انا ذات نفسي. وانا بقول لك انت 10000 كريدت ريميننج، اللي هو ال 10000 كريدت اللي هو الحرف، الكريدت الواحد بيساوي حرف. او ممكن تعمله على موقع لهجاتي نفس الكلام. هتدوس هنا مثلا ريجستير، ونفس الكلام هتعمله بالايميل. انا مثلا هسجل بجوجل. بعد كده هتيجي هنا عند الحاج، تنزل لتحت كده شويه ويقول لك تكست تو سبيتش، خليك في دي او دي، ماشي خلينا في اللي هي دي تي تي اس. خلي بالك عشان دي بريميوم. دوس هنا على يوز تول. الموقع هنا برضو بيديك نفس الكلام، 10000 كريدت موجودين فوق اهو، 10000 عملة. هنا بقى الميزة ان هنا لو انت حبيت تعمل اي فويس اوفر، وده موقع مش هقولك عليه حد خالص، بص موجود هنا لهجة سعودية، لهجة مصرية. ممكن لو نزلت تحت شوية تلاقي فيه لهجة سورية هنا، هي مثلا الكويت، العربية الفصحى، في كل حاجة. اسمع يا باشا، مثلا هتسمع هنا خليك فرحان سيبها علينا. مثلا، ده مشهور جدا. وهنبدأ ان احنا ندوس على confirm selection. هتيجي بعد كده تجيب الفويس السكريبت بتاعك وتدوس لاسك. هو هنا بيقول لك 2265. طبعا هو هنا المشكله في الموقع ده ان هو بياخد جزئيه جزئيه. مثلا خلينا ننزل ناخد شويه دول كده نمسحهم. لسه بيقول لك 1015. ماشي، امسح الجزئيه دي بالمره، خليها يعني امسح من اول فقره فقره عشان تبقى فاكر انت كنت فين. بعد كده نعمل جنريت سبيتش. هيبدا ان هو يعمل جنريت معانا، وادي هنا عمل معانا. تعال نسمع الفويس اوفر عامل ازاي. في ولد اسمه إساجي يويتشي، شاب بسيط بيلعب كورة في فريق مدرسته. اسمه يمكن محدش سمع عنه، بس جواه حلم كبير. حلمه أكبر من ملعب مدرسته وأوسع من مدرجات محافظته. كان نفسه يبقى مهاجم اليابان الأول. طبعا لو خدت بالك هو الصوت روعة حرفيا، وبرضه ما تفرقش عن الحقيقة، والصوت ممتاز وفوق الممتاز. وفي قنوات عاملة بيه على فكرة مشهورة، مش عايزين نذكر حد. بس في مشكلة، وهي ان هتلاقي في نطق بعض الكلمات غلط. وحلها لو انت عايز تبقى بروفيشنال اكتر، ان انت بتيجي تشوف الكلمات اللي هو غلط فيها وتبدأ تعمل لها تشكيل، تشكل كل كلمة هو عملها. كده مرحلة الفويس اوفر خلصت. خلينا نخش على مرحلة المونتاج، وهي اهم مرحلة في المونتاج. استخدم حاجة من الاتنين، يا اما كاب كات يا اما ادوبي بريمير، او ممكن كحالة تالت لو انت جهازك ضعيف قوي تستخدم برنامج كامتازيا. طبعا انا هنا استخدم بريمير. تبدأ تفتح البريمير كده. طبعا انا لازم تحمل الفيلم، وعشان تحمل الفيلم في عندك موقع عرب سيد، عندك موقع سينما ماي سينما، في كذا موقع. ابحث عن الفيلم، مشاهدة فيلم كذا او تحميل فيلم كذا على جوجل، هيجي لك الفيلم. بعد ما تحمل الفيلم تحطه في التايم لاينر. انا مثلا هاجي هنا بتبدأ تحطه كده، ومثلا هجيب اي حاجتين من البريمير من هنا. تمام. هتعمل ايه؟ بص، اول حاجة هتبدأ تعمل كات لكل حتة. الكات يبقى 3 ثواني، ما تزيدش عن 3 ثواني نهائي. تبدأ ان انت تمشي كده. مثلا انا هبدأ ان انا ادوس مسطرة امشي. تمام، 1 2 3. حاول ان هو ما يوصلش ل3 ثواني. يعني مثلا لو خدت بالك، مثلا تسيبه زي ما هو كده 2 و23 فيمتو ثانية، ما يوصلش ل3 ثواني. وهاجي هنا طبعا على كاب كات، بتعمل كليب عادي اللي هو قطع. هنا على الادوبي بريمير ادوس هنا على الريزور تول، وهبدا ان انا اعمل كات. تمام. وهبدا ان انا ما بين كل مشهد ومشهد تاني، بين كل 3 ثواني و3 ثواني تانيين، لازم يكون في على الاقل 10 ثواني عشان ما تاخدش كوبي رايت. يعني ايه؟ يعني انا مثلا جيت هنا خدت 3 ثواني. حلو، نرجع لنا بس لسelection تول. بمشي خدت 3 ثواني، بفضل امشي في الفيلم او الحلقه 10 ثواني. بعد كده باخد كات تاني، وامشي الكات او المشهد يكون ماشي مع الكلام، يكون ماشي مع السكريبت، يكون ماشي مع الفويس اوفر، وافضل كمل زي ما انت كده. في كاب كات هي موجوده هناك، بس انا كاب كات مش موجود عندي هنا، لان انا جهازي هنا ما حملتش عليه كاب كات لسه. بس انا بشرح البريمير. طبعا لو جهازك بروفيشنال اتعامل مع بريمير احسن طبعا. لو جهازك متوسط كاب كات، لو ضعيف استخدم كامتازيا او في المورا. ممكن تيجي هنا وتعمل حاجه اسمها فريز هتلاقيها في كاب كات. ابحث عنها او شوف اول فيديو ليا على القناه، وهو فيديو ملخصات الافلام، هتلاقيه موجود هناك، او برضو فيديو ملخصات الانمي بتاع المانجا. وافضل امشي زي ما انا بقولك كده، واضمن لك انك مش هتاخد كوبي رايت نهائي. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم.
متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس وتعملوا لايك. عايز الفيديو ده يوصل ل 200 لايك. واكتبوا لي في الكومنتات كلمة السر مسلسلات انمي ملخص. وبس كده، سلام.